من أطيب الحلويات العربية وخاصة بشهر رمضان المبارك وطريقتها كتير سهلة هي حلاوة الجبن. هنعملها اليوم مع بعض، ما بتاخد وقت كتير، بس المهم يكون عنا الجبنة نوعيتها منيحة والقشطة اللي بدنا نحشي فيها كمان طيبة. هنعمل أول شي القشطة لأنه لازم تكون باردة. عم نعمل القشطة اللي هي قشطة القريش. حطيت لتر حليب كامل الدسم، بس لما بلش يفتر حطيتله شو 3 معالق خل أو فنجان صغير من الخل الأبيض. فيكن تحطوا كمان حامض، عصير حامض. بنحرك هيك تحريكة بنشوف بلش الحليب يفصل. هيدي اللي بيطلع على الوجه هيدي بدنا نشيلها ونصفيها كتير منيح حتى نتخلص من كل المي اللي فيها. كل ما كان عنا الحليب دسم كل ما تعطينا كمية أكتر. إذا حابين تدسموها كمان أكتر أو يطلعلكم كمية أكتر ممكن تعملوا لترين من الحليب أو ممكن تحطوا حليب بودرة كمان. بيعطي كمية أكتر. شوفوا الكمية اللي طلعت عندي، لازم صفيها كتير منيح هيك بهالطريقة أو أعصرها بشاشة أو فوطة وحطها بالبراد. هلأ المرحلة التانية عندي كباية حليب حطيت لهم معلقتين كبار من النشا وبدوبهم على البارد. وبرجع فيكن تحطوا هون شوية سكر إذا بتحبوا، أنا ما حطيت سكر. برجع برفعهم على النار وبضلني عم حرك هيك كام دقيقة، تقريبا شي 5 دقايق. بس لما أحس الخليط بلش يتقل وبلش يجمد بحط له ملعقة من المزهر وبطفي النار كمان وبصبهم صحن كمان بحطهم بالبراد ليبردوا تقريبا ساعة قبل ما أخلط أخلطهم مع بعض القريشة والقشطة. بعد ما بردوا بخلطهم مع بعض وضفت عليهم معلقتين كبار من قشطة الجيمر إذا متوفرة عندكن. بخلطها كتير منيح. فيكن كمان بهيدي المرحلة تعملوها بالخلاط اليدوي. وهلأ حتى سهل عملية الحشي حلاوة الجبن حطيتهم بكيس الحلواني وأحطها كمان بالبراد حتى تكون جاهزة وقت ما بدنا نشتغل. هلأ بدنا نستخدم أو المقدار اللي بدي استخدمه يكون من السميد الناعم طحين الفرخة. عم فرجيكم شكله عن قريب كيف بكون أنعم نوع من السميد. وعندي 400 جرام تقريبا من الجبنة. أنا عم بستخدم هون الجبنة المجدولة المحلاية منا مالحة. حطيت كبايتين من المي ونص كباية من السكر وبحركهم بس لما يدوب السكر هضيف عليهم الجبنة. بعطيهم هيك تقليبة من وقت لوقت حتى تبلش عندي الجبنة تدوب وتصير كتلة وحدة. هلأ فينا نعمل حلاوة الجبن أول شي نحط السميد بعدين بنحط الجبنة، أو فينا نعمل متل ما أنا سويت حطيت الجبنة مع المي بعدين هضيف السميد. الطريقتين ناجحين وأنا مجربة الطريقتين. هلأ بلشت الجبنة عندي تسوح بهيدا الطريقة. شوفوا كيف شكلها. هلأ نوعية الجبنة هون بتلعب دور كتير أساسي. ممكن تستخدموا الموتزاريلا بس مهم تكونوا الجبنة حلوة والجبنة تكون شغالة يعني بتمط معكم. هلأ هون عم ضيف السميد. كباية السميد هقسمها على 4 دفعات وأضيفها شوي شوي وبحرك بنفس الوقت. بدي حرك وأضيف السميد شوي شوي حتى ينطبخ السميد عندي مع الجبنة ويصيروا كتلة وحدة. متل ما انكم ملاحظين دغري لما نحط السميد شوي شوي بينشرب دغري مع السوائل الموجودة، المية اللي حاطينها مع الجبنة وبصير ينخلط مع الجبنة وبصيروا كتلة وحدة. هلأ هون عندي خلصت كمية السميد وبلش بضلني عم حرك. بدي حرك منيح يعني. هون انقلت من السباتولا البلاستيك إلى الملعقة الخشب لأنه بلشت تتقل عندي فلازم حرك كتير. واختصرت كتير أنا من الفيديو، تقريبا بتضلكن عم تحركوا وتقلبوا هيك حتى تحسوا إنه حلاوة الجبن انفصلت عن الطنجرة. وشوفوا كيف بلشت تمط وبلشت تعطيني هيك شروش صغيرة. يعني هلأ هون كم دقيقة وبتصير عنا إياها جاهزة. شوفوا ما شاء الله مطتها وطعمتها كانت كتير طيبة. فإذا هلأ شوفوا بس لما تبلش تفصل عن الطنجرة يعني صارت قريب إنها تخلص أو تصير جاهزة وبنشيلها عن النار. قبل ما أطفي النار آخر شي ممكن ضيف عليها معلقتين كبار من المزهر أو المورد، بس أنا بفضل المزهر بتضيفوها على حلاوة الجبن.
وهون آخر شي عم نحط المزاهر، حطيت غطا القنينة 2 تقريبا ملعقتين كبار، بعطيهن هيك حركة وبتصير عنّا جاهزة. هلأ هي سخنة كتير لازم نشتغل فيها، فرشت كيس نايلون أو النايلون الغذائي على المكان اللي عم باشتغل فيه، وبلّش باعطيها تقليبة هيك من اليمين للشمال من الشمال لليمين، وإذا كانت عندكن كبيرة لازم نقسمها على 2 حسب المكان اللي عم تشتغلوا فيه، وكمان بدنا نحط نايلون من فوقها حتى نقدر نشتغل فيها، ومسحت بالقطر كمان قبل ما أحط العجينة حتى سهّل العملية أكتر. هلأ هون طلعت عندي كبيرة عم شيل منّا، شوفوا ما أسهلها كيف منشيلها وبارجع باعملها بعد شوي، يعني بنعمل أول قطعة بنرجع بنعمل القطعة التانية. هامدّا هلأ نحن بنحط الكيس لإنّا بتكون سخنة وكمان حتى يعطيها شكل مالس لحلاوة الجبن. هلأ بنرجع بنعملها هيك بالشوبك وبنعملها بشكل مستطيل، ما مهم يكون قد بعض، بعدين بنقصص كل الأطراف وبنحط القشطة يلّي سويناها من بعد ما بردت. هيدي الطريقة بالكيس بتسهّل عليكُن كتير طريقة مد القشطة. هلأ منلفّها أول لفّة لنغطّي القشطة ومنرجع منبرمها برمة تانية وبس ها هي ما منبرمها أكتر من هيك حتى ما تطلع عنّا كتير سميكة ومعجنة أو القشطة قليلة، فمنعملها بس لفتين منضبّطها حتى تكون كلّياتها بنفس السمك، ومنرجع منقصّا ومنرفعها ومنحطّا بصينية ومنكمّل كل الكمية. هلّأ من بعد ما عملناهُن الكمية بتعطيني كمية حرزانة ما شاء الله تقريباً صحنين كبار، منحطّا بالبرّاد شي ساعتين حتى تبرُد قبل ما نقصّا، لإنّو ما فينا نقصّا هي وسخنة فبتنزع الشكل، فلازم نحطّا بالبرّاد شي ساعتين قبل ما نقصّا. وهيك بعد ما قطعناها بعد ساعتين أكيد حلاوة الجبن بتتقدم مع القطر، والقطر لازم يكون سميك وبارد، يعني حطوا كبايتين سكر مع كباية مي وعصرة حامض بس لمّا يجمد بنقدمه مع حلاوة الجبن، لأن القشطة ما فيها سكر وحلاوة الجبن مَنّا كتير حلوة فلازم يكون القطر موجود. بتزينوها بالطريقة اللي بدكن إياها وبتحطوا عليها زهر الليمون إذا عندكم متوفر اللون الأحمر بيعطيها شكل حلو مع الفستق الحلبي. فها هي وصفتنا لليوم إن شاء الله تكون عجبتكن، وأكيد كمان فيكن تمدّوا حلاوة الجبن بصحن وتحطّوا فوقها القشطة إذا ما بتحبّوا تعملوها ملفوفة بهيدا الشكل. إذا عجبكن الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وتعملوا اشتراك إذا منكن مشتركين بالقناة، وبشوفكن بفيديو تاني ورمضان مبارك وصحتين وألف عافية.